على سلامتكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم صوفي سبيس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا معايا هاد لا نوفال فيديو اللي بلا شك راكم عرفتوا واش رايحين نديروا اليوم. ايوي، طاجين الحلول. الله يحلي ياماتكم. اليوم وصفتنا كما راكم تشوفوا القضيه تاع طاجين الحلول. نبداو اول حاجه نوجدوا الشربات هي نديروا كيلو سكر كريستاليزي مع 2 كيلات تاع الماء عادي جدا. نخلطوهم هنايا قبل ما نحطوهم فوق النار، يعني على البارد. نحاولوا كيفاش نذوبوا هذاك السكر باش ما يتحجر لناش. نزيدوا له شريحه تاع ليمون ونسموه بعود قرفه، 2 نجمات تاع الرد و2 عيدان قرنفل. نزيدوا له كميه يعني قليله تاع الملح. نخلط كلش مع بعض ومن بعد هذيك نشعل عليهم يعني الفرن تاعنا ونحطهم يغليو مده 20 دقيقه. يعني كي يرفد الغليه نحسب عليه 20 دقيقه. فوالا اونتر طون رايحه نوجد الفواكه الجافه. استعملت المشماش، الزبيب هذاك الكبير مع العينه. انا اول حاجه رايحه نقيس بالكيله، يعني كيما استعملت السكر كيله سكر ندير معاهم كيله تاع الفواكه الجافه، كيله معمره تاع الفواكه الجافه. الوغ نسيباري العينه مع المشماش والزبيب. فوالا نشللهم مليح ومن بعد هذيك نخليهم في ماء يعني الماء تاع الغوبيني مده 5 دقائق. بعد هدايا نصفيهم من هذاك الماء. فوالا بعد ما غلات الشربات تاعنا مده 20 دقيقه رايحه نضيف اول شيء الزبيب مع المشماش. فوالا نقول لكم اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ما تنسونيش بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ولايك لا فيديو. هنايا نخلي بعد هدايا عفوا نضيف له تانيك مغرفه تاع الزبده اللي رايحه تزيد له بنه للطاجين تاعنا. فوالا وحفنه تاع اللوز ولا الجوز، نتوما واش تحبوا، نتوما واش يعني موجود عندكم في الدار. فوالا هنايا نخليهم يغليو مده 20 دقيقه. فوالا يعني حاولوا كيفاش ما تحركوهمش باش ما يتحرحروش. فوالا يعني ما الا حركتو حركو غير بالعقل، غير بالسياسه بلا سباتول. هنايا كيما شفتوا متنفخوا الفواكه تاعنا، شفتوا المشماش كيفاش تنفخ بيان. هنايا رايحه نضيف العينه، يعني في هذا الوقت نضيف العينه باش نخليها تزيد تغلي مده 10 دقائق حتى لربع ساعه. نضيف معاها ملعقه تاع العسل، يعني مغرفه كبيره تاع العسل. هذا العسل رايح يعطي يعني الذوق تاع العسل حاضر في هذا الطاجين. فوالا هاي لك هنايا شوفوا العينه الله يبارك كاش تنفخت. فوالا وحافظت على الشكل تاعها يعني ما تحرحرتش. بيان سور نتوما توجو خيروا النوعيه المليحه تاع الفواكه الجافه. فوالا بعد هدايا قبل ما نطفي على الطاجين تاعي 5 دقائق رايحه نضيف له حوالي نص كاس تاع المزهر. يعني كيما شفتوا هذا الطاجين يجي منسم بالمزهر بالقرفه بالقرنفل بنجمه الارض بالزبده بالعسل، يعني الي تري تري بون. فوالا دونك هنايا شوفوا هذيك العينه كيفاش جات تلمع ومنفخه الله يبارك. فوالا هنايا ما بقى لي غير نطفي على الطاجين تاعي ونقدمه في صحن التقديم. هنايا بعد ما طفيو عليه ما كان له ديروا له يعني الغطاء ديالو، خليوه هكذا باش هذاك البخار ولا هذاك الماء ما يعاودش يحبط السيرو تاعنا. شوفوا لو سيرو هنايا كاش جا، لو سيرو جا صافي جا عاقد. فوالا دونك هنايا نحطو في صحن تقديم بيان سور كل واحده كيفاش تحب. انا هنايا حطيت الزبيب والمشماش في الوسط والعينه درتها تو وزينتو تانيك بهاد الشرائح تاع الموز المجفف، يعني لا بانان سيشي. هنا انا نحب نستعملها يعني للتزيين، ما نحبش نضيفها داخل طنجره، يعني ما نحبش كي تجي هكذاك محرحره الذوق تاعها ما يعجبنيش. الوغ نحطها غير من الفوق. هذا البنان المجفف يعني الموز المجفف نحطوه غير من الفوق، رايح يعطي لو كروستيون للطبق تاعنا. فوالا رايح يعطي هذيك القرمشه. فوالا دونك نضيف له تانيك الجوز بما انه انا استعملت الجوز لداخل. فوالا دونك هاوليك الطبق تاعنا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها في أقرب وقت. نقول لكم مع ألف سلامة إلى وصفة أخرى إن شاء الله.